دفاع يتحمل عبء المباراة لحد الآن بعد مرور هذه هي الدورة، دورة اتحاد شمال افريقيا التي تعنى بكرة القدم النسوية. فرصة خطيرة لصالح الجيش، الإعادة بالتصوير البطيء، فيه مطالبة بركلة جزاء ولكن الحكم غدا محار. الكرة الثابتة تبقى أحد الأسلحة شحود توزيع الكرة وخروج الحارسة، والحكمة تعلن لصالح دفاعات نادي الجيش الملكي المغربي. بحول الله كرة دائما مغربية في وسط الميدان، كرة في العمق، دخول في منطقة العمليات والدفاع، أهداف دون رد. كرة دائما مغربية في وسط الميدان، دخول في منطقة العمليات، فيه هناك فرصة خطيرة ولكن الكرة بعيدة كل البعد عن إطار مرمى الحارسة. سنشاهد الإعادة. فتحي مشكورة الفرقة التقنية التي تسهر على نقل تفاصيل وحيثيات. جعل البياض 0-0. ما زال الدفاع أو ما زال نادي الجيش الملكي محافظ على كورته، دخول في منطقة العمليات على مرتين، توزيع والدفاع فيه دربكة في وسط الميدان خارج منطقة 18 متر، التسديد والحارسة في المكان. إذا نادي الجيش الملكي لا بأس أن نشاهد الإعادة بالتصوير البطيء. شاهدوا في هذه التسديدة لم تكن قوية، يعني تسديدة كانت برعونة لأنه كانت تتعرض لمضايقة من جانب هنا من أجل إيجاد الثغرة، من أجل تسجيل أول هدف هذه المباراة. والحال الخطر، ما زال الخطر، لاعبات الجيش الملكي في كل مكان، والكرة لم تكن بعيدة عن إطار مرمى الحارسة جبراني سليمة. تسديدة وارتماء كذلك لم تكن بعيدة في الإطار. ضرب بالثقيل في المباراة الأولى عن طريق لاعباته الموهوبات. كرة في العمق، يا سلام على هذه اللمحة الكروية، دخول في منطقة عمليات، سقوط المدافعة والتسديد، ولكن صار لفريق الجمعية النسائية الحارسة في المكان المناسب. براني سليمة قائدة نادي الجمعية النسائية لسوسة من مواليد 25/2/1997. مباراة فيه مغامرة، سلسلة من المراوغات، البحث عن التسديد والحارسة تتألق. الحارسة جبراني سليمة تتألق في هذه اللقطة وتفوت. إعادة بها تصوير البطيء مع الزميل فتحي. شاهد تسديدة يسارية ولكن الحارسة ترتمي. النسائية لسوسة العودة إلى الوراء، لعبة 1-2، البحث عن التوزيع من هناك صوبر ولكن الكرة إلى خارجة عن إطار المرمى إلى 5.50 أمتار في إحدى اللاعبات والمدافعات ملقاة تصوير البطيء. كان فيه توزيع من جانب هذه هي اللاعبة المهارية رأسية ولكن لم تتمكن منها. فيها ارتداد من الأسماء التي تألقت وبرزت في المباراة الأولى. في هناك خطأ، هجمة صريحة ولكن الدفاع سيصنع الفارق. الجيش الملكي هل ستزأرنا سيدات الهدف الأول؟ والهدف الأول لصالح سيدات الجيش الملكي المغربي بعد مرور 30 أو 34 دقيقة لعب. سنشاهد الإعادة بالتصوير البطيء في وقت تشنه سيدات الجيش الملكي. شاهدوا الإعادة. الكرة الأولى كانت بالقائم قبل أن تودع الكرة اللاعبة رقم 9 صافا بالنور. نعم، ما زال الخطر لصالح الجيش الملكي المغربي في كل مكان. البحث عن التوزيع، سنشهد توزيع صبروس والدفاع نادي الجمعية النسائية لسوسة الذي في هناك فرصة خطيرة، دفاع مستمر على مرتين. في هناك هجمة أخرى ولكن تسديدة جانبت إطار مرمى الحارسة جبران. المواجهة لحد الآن كنت أتحدث عن نادي الجمعية النسائية لسوسة الذي حصد الأخضر واليابس في السنوات القليلة الماضية، وهذه لقطة نادي الجيش الملكي المغربي يملك مهارات فنية طويلة في العمق، تسديد ولكن الكرة 5.50 أمتار. اصطدام ما بين اللاعبتين في هذه اللقطة
أتمنى السلام. ركلات الترجيح. إذا نعود إلى الجيش الملكي المغربي. كرة في العمق، يا سلام على هذه التوزيع. وضعية تسلل، وضعية تسلل. نشاهد الإعادة كالعادة بالتصوير البطيء. النية كانت حسنة، التوزيعة كانت في المستوى لكن صغيرة. بعدما ارتطمت الكرة الأولى بالقائم، كرة في العمق، كرة في العمق، كرة في العمق. ليس هناك وضعية تسلل مشاهدين. سب نهائي كأس الجمهورية ولقطتها الشهيرة أمام يوسف بليلي، والكرة إلى 5 أمتار و50. كرة مرت بردا وسلام. تونسية جبراني. نشاهد الإعادة، هجمة منسقة، الدفاع يبعد الكرة ولكن في أو عفوا الوقت بدل ضائع. تسديد ولكن برعونة بين أحضان الحارسة جبراني. قائدة نادي فريق بافانا ساندونز، ويحرز اللقب الثاني. والكرة في المرحلة الأولى مشاهدينا الكرام. اللاعبة بدري تعود مجددا لشن هجمة صريح، البحث عن التوزيعة أرضية. و7 أهداف كاملة في رصيده، فارق أهداف. كرة في العمق من هناك، والحارس جبراني في المكان المناسب. القاعدة المغربي توزيعة بدر. ما زال الخطر والدفاع على مر الدورة يسعون لتدوير معالم التشكيلة، لأنه يولون أهمية كبيرة للمجهود البدني. توزيع من هنا، كرة تسديدة قوية بقبضة القوية بهذه الكيفية. تسديدة كانت مركزة والحارسة كانت في قمة التركيز، تبعد الخطر عن مرماها في هذه اللقطة. مشاهدينا الكرام، العلامة الكاملة. ما زال الخطر، توزيع الكرة بكل صراحة. اليوم الجيش الملكي يبصم بمستوى طيب ورائع. تسديدة قوية، جبراني سليمة نادي الجمعية النسائية السوسة الذي آية بن خليفة. بن جدي تعود مجددا، توزيع الكرة بن جدي. الرأسية لم تكن في المستوى، في مستوى التوزيع. وبن جدو بدري، وبن جدو من جانب الجيش الملكي. بن جدو تمريرات قصيرة ملعوبة بهذه الطريقة، لكن السرعة والمهارة لديهن من المهارة ما يكفي من أجل مقارعة أعتى دفاع. الهدف الثاني، والهدف الثاني في زمن الحديث والمديح. النادي الجيش الملكي المغربي يضيف هدف ثاني عن طريق اللاعبة سناء إن لم أخطئ. سنشاهد كيفية وكرة فيها سوء التركيز. نعم، اللاعبة رقم 18 إن لم أخطئ مشاهدينا الكرام هي من وضعت الكرة في شباك الحارسة جبراني. نعم، اللاعبة شيمة هي من سجلت الهدف. شيمة بن محمد 18 تلعب تأشيرة التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا للسيدات إلى آخر رمق، إلى آخر لحظة. جبراني عالم، ليس هناك خط هجوم يصنع الفارق ويحدث المفاجأة، ونحن نلعب الدقيق. الخروج مبكرا من هذه الدورة، ولو أنه نادي الجمعية النسائية بسوسة، الجمعية النسائية بسوسة لعبت خطيرة لصالح الجيش الملكي المغربي. التسديد من بعيد، جبراني بقبضة اليد. جبراني تنقذ ما يمكن إنقاذ. تتوالى الهجمات على عرين الحارسة جبراني بقبضة اليد. صراحة كرة كانت قوية، أبعدت الكرة إلى الركنية، وكأن الشيء اللي يعكس هيمنة ملعوبة بكل سرعة مشاهدينا الكرام، ولكن الدفاع حذر في هذه اللقطة. زميلات صافيانا غوميز يريدن تسجيل هدف ثالث. ارتقاء وتبعد الكرة إلى الركنية. إبعاد الكرة كاد يكلف هدف ثالث. كرة ركنية. الجيش الملكي في منطقة عمليات الجمعية النسائية لسوسة بحركة أكروباتية وعلى طريقة كريستيانو رونالدو.
احتفالية على طريقة كريستيانو رونالدو، هذه اللاعبة المهارية. قلت أن المباراة تجري في منحى واحد، في اتجاه واحد. اللاعبة بدري تعود لحظات حركة أكروباتية، توزيع. صراحة هناك مهارات وإمكانيات تجدها عند الرجال. صراحة أحيانا ننسى أنفسنا بأننا نعلق على مباراة في كرة القدم النسوية. جبراني متهم في آخر جولة عندما يلاقي نادي توت عنخ آمون المصري. نشاهد مجددا لقطة الهدف، تتوالى الهجمات، تتوالى اللقطات، واحتفالية الضون حاضرة كذلك. حسنة التنزانية التي تنشط في نادي توت عنخ آمون عايشة نقلات وكرات بينية ولكن بدون عنوان. صراحة نكل كل الاحترام والتقدير لهذا النادي الذي الحديث النشأة يقارع واحد من أعتى الفرق في إفريقيا. والكرة بين أحضان الحارس جبراني. الحكم ماذا تعلن؟ الحكم غدا محاط ماذا تعلن؟ الأرض في خروج بقبضة اليد. هل في هناك احتفافة النتيجة إلى 4 أهداف؟ زينب رضواني، تألق الحارس جبراني، العلامة الكاملة. ألف شكر لهذه الحارسة التي الخروج بأقل الأضرار في هذه المباراة أمام الجمعية، أمام النادي الجيش الملكي المغربي. ارتلاء جديدة يذكر ولا قديم يعاد. نادي الجيش الملكي يسير بخطى ثابتة نحو تسجيل الفوز وانتصار عريض جدا. 3 أهداف دون رد، سلسلة من المراوغات، وزن كل هدف بقيمته، توزيعه والكرة بعيدة كل البعد عن إطار المرمى. الحارسة الجمعية النسائية بسوسة نشاهد والإعادة بالتصوير البطيء. اللاعب الجيش الملكي المغربي، نادي الجمعية الرياضية سوسة، نادي كرة القدم أقبو، ونادي توت عنخ آمون المصري. والكرة 5 والتجربة من أجل العودة بقوة في قادم المواعيد والاستحقاقات. الكرة لصالح نادي الجيش الملكي. يا سلام يا سلام، في لحظة من الإبداع، في لحظة من التألق، في لحظة من ورقات الماضي، هذه اللاعبة الفذة والشهمة تضيف هدفا رابعا في شباك نادي الجمعية النسائية رقم 9 في صفوف. صراحة هدف في منتهى الروعة. شاهدوا الإعادة بالتصوير البطيء، ارتقاء جبراني لم تتمكن من الكرة. اللاعبة رقم 9 نشاهد الإعادة، صافا بنوك تفعلها وتضيف هدفا أفضل من الهدف الثالث صراحة بنفس الكيفية، ولكن 4 أهداف نظيفة على حساب نادي الجمعية النسائية لسوسة. و7 دقائق 7 دقائق وقت بدل ضائع. مشاهدينا الكرام، للسيدات تنثرن سحرهن فوق أرضية الميدان. مازال خطر تسديد، خماسية لصالح الجيش الملكي المغربي في هذه اللحظات. اللاعب ميسن، خماسية نظيفة لحد الآن. نشاهد الإعادة بالتصوير البطيء، لم تحرك لها ساكنا الحارسة جبراني كما تتابعون. لحظات وتعلن الحكم غدا محاط، الحكم الجزائرية، نهاية المباراة.